الشمس أحلى في بلادي من سواها، والظلام حتى الظلام هناك أحلى لأنه يحتضن العراق. أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا الأحبة، وأهلا ومرحبا بكم معنا من قناة المسار الأولى، ونقول لكم يوم جديد وصباح جديد، نسأل الله تعالى أن يكون آمنا ومطمئنا على كل العراقيين. مشاهدينا الكرام، نسمات الصباح بفقراته المنوعة سنكون معا في تقديمها لكم أنا وزميل محمد. صباح الخير يا محمد. صباح النور يا إيناس، صباح الخير على المشاهدين ومتابعي قناة مسار الأولى وين ما كنتم تتابعونا من داخل وخارج العراق. أهلا وسهلا بكم وأهديكم أحلى تحية من شاشة قناة مسار الأولى، أهديها لكم في هذا الصباح المشرق بالخير والعطاء. دائما نبدأ أولى فقراتنا بالسلام الوطني، لكن قبل ما نبدأ بالسلام الوطني هذا اليوم دعونا نعزي الأسرة الصحفية باستشهاد الأستاذ الجامعي والصحفي الدكتور محمد بديوي الشمري، فنتابع ونعود دخلكم معنا. الجلال والجمال والسماء والبهاء في رباء والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواء هل أراك سالما منعما وغانما مكرما، سالما منعما وغانما مكرما. الشباب لن يكل همه أن يستقل أو يميل نستقي من الردى ولن نكون للعباد كالعبيد لا نريد ذلنا المعبدا وعيشنا المنكدا، ذلنا المعبدا وعيشنا المنكدا. لا نريد بل نعيد مجدنا التلي موطني. مشاهدينا الكرام، لا يكون الوطن سالما ومنعما إلا إذا توفرت فيه إحدى الركائز المهمة ألا وهي العدالة. والبارحة كان هناك تطبيق للعدالة حيث تم القبض على قاتل الشهيد الدكتور محمد بديوي رحمه الله. وأكيد نحن نعزي أسرة الشهيد، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. أكيد يعني تطبيق العدالة كان جدا يعني في وقته ومناسب، وأكيد يعني نحن نأسف لهذا الموضوع، ونتأمل أن لا تكون هناك خروقات بهذا الجانب من قبل أي جهة هي مهمتها هي توفير الأمن والحماية للمواطنين. طبعا اكيد يا ايناس، نعزي الاسره الصحفيه باستشهاد الاستاذ الجامعي والصحفي الدكتور محمد بديوي مدير عام مكتب اذاعه الحر بغداد، والذي استشهد يوم امس دون وجه حق. ونرجو ان يتغمد الله الدكتور الصحفي بواسع رحمته، وان يلهم ذويه الصبر والسلوان، وانا لله وانا اليه راجعون. الحمد لله، اشكر على كل حال. مشاهدينا، دائما الفقره الاولى من مناسبات الصباح وهي الرياضه الصباحيه. الرياضه الصباحيه في كل صباح، فمتابعه ممارسه الرياضه تمنحنا جسما صحيحا وخال من الأمراض. فالرياضة الصباحية من تجعل يومنا سعيدا. فلنشاهد السعادة مع الزميل حيدر الشريفي، ولنعود داخلكم معنا. صباح الخير مشاهدين قناة المسار الفضائية الأولى، صباح الخير أصدقائي في الاستوديو. حلقتنا اليوم راح تختص بالرياضة الصباحية. الرياضة الصباحية اليوم راح نسويها بتطبيقات بسيطة، نحاول كل يوم نسويها حتى تخلينا دائما في قمة نشاطنا، توصلنا للشيء المثالي، توصلنا للجسم المثالي، توصلنا للتوافق بين المعيشة والرياضة.
احنا راح نسوي لكم هاي فقرتنا اليوم، تابعونا بعد الفاصل. أحب المشاهدين من جديد، عدنا معكم من جديد، سنبدأ تدريباتنا الصباحية، وتابعوني وحاولوا تطبقون تدريبات وياي، لأن وقت الفقرة مالتي فقرة كلش وقتها محدود، وراح نعطيكم أوقات التكرارات أنتم تسووها مع بعضكم بالبيت أو سووها مع أنفسكم. راح نبلش تدريباتنا الصباحية دائما بالتهيئة المفصلية والعضلية، نحاول نسوي هاي التدريبات قبل كل تمرين، بالجانب للأمام للأعلى للأسفل، دائرة الكتف الاكتاف والاطراف العليا، نحاول نسويها بالطريقه هاي. الرقبه دائما الرقبه نسويها بشكل متأني على كيفنا، على حتى لا تصير عندنا اي اصابه. الاكتاف للامام للخلف، الجوانب يسار يمين يسار يمين، للامام للخلف، دائري 1 2 3 تشينج 1 2 3. اوكي الورك نشتغل بهالطريقه هاي. طبعا هاي التدريبات دائما نسويها بدايه كل تمرين، بدايه كل حركه، بدايه كل شده عاليه عندنا نسوي هاي التدريبات حتى تمنعني من خطر الإصابة ولا تسوي عندي مشاكل بالعضلات أو بالمفاصل. طبعا احنا نتهيأ دائما بالحركة الإيقاعية. الحركة الإيقاعية هاي نبدي بها دائما، نتحرك بهالطريقة هاي، الأمام للخلف 1 2 3 4، سايد 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 سايد. اوكي أمام خلف، دائما تحت الركبة الأعلى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. للخلف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هسه ايدين مع رجلين 1 3 4 5 سايد 1 2 3 4 5. اوكي دائما هاي التدريبات في بداية وحدة تدريبية حتى نحرك المفاصل والعضلات، وشوي نكون متهيئين للتدريبات الصباحيه اللي حنسويها. طبعا التدريبات الصباحيه اهم ما بالموضوع انه نبدي بالمرونه والليونه المفاصل والعضلات، اللي هي نسوي منها الفتحه دائما بمستوى الصدر، ننزل للاسفل 1 2 3 4 5، اعلى 1 3 4 5. اوكي الجانب ننزل 1 2 3 4 5، الجانب الاخر 1 2 3 4 5، سايد 1 2 3 4 5، الجانب الاخر 1 2 3 4 5، للاعلى 1 2 3 4 5، اعلى بوش 1 2 3 4 5. اوكي للسايد 1، الجانب الاخر 2، اخر 1 2. هسه تقريبا المفاصل والعضلات عندي صارت جاهزه لاداء التدريبات والحركات الصباحيه. طبعا راح نبلش اليوم بتدريبات البطن والخواصر والجذع. هاي التدريبات دائما نشكو منها بالسمنه، دائما تحيطها بعض الشحوم بسبب النظام الغذائي اللي احنا نتناوله بقطرنا الحبيب. طبعا احنا مشكلتنا دائما اكلنا غني بالكربوهيدرات، غني بالسعرات الحراريه العاليه، غني بالدهون، غني بكل شيء. فدائما نشوف عندنا يصير بالبطن، منطقه البطن والجذع والاطراف، او عفوا حول منطقه الجذع يصير دائما دهون متراكمه. فاحنا اليوم راح نحاول نخصص حلقتنا لهذا اليوم بهذا التدريبات اللي تخلصنا من الدهون الزائده او الشحوم الزائده على منطقه البطن والخواصر. طبعا عندنا اكثر من تمرين واكثر من شيء، تابعوني ويا هذه التدريبات اللي راح نقدر نسويها للمنطقه الخصر والجوانب. احبتي المشاهدين قناه المسار الاولى، تابعوني بتدريبات وحاولوا تاخذون تكرارات من عندي حول هاي التدريبات. راح نبلش بتدريبات البطن والخصر والجذع والجوانب، اللي هو التمرين الاكثر شيوعا اللي هو دائما الاقدام. مثل ما تعرفون دائما بهالطريقه هاي احاول اثني الاقدام وايدي دائما على الراس واصعد، واللي ما يقدر يديه على الراس يحاول يديه يخليها على صدر بهالطريقه هاي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
اوكي. هذا دائما التمرين نحاول تسوي هذا التمرين بالتكرارات اللي انا اقول لكم عليها، بس نحاول نبدي 10 15 20 25 تكرار في 4. طبعا نبديها ستيب باي ستيب. نعيدها 1 2 3 4 5. اللي ما يقدر يحاول يشوف ابنه الصغير او اخوه او اخته او يمسك رجليه ويشلب رجليه ويشتغل تدريبات بهالطريقه هاي. 1 2 3 4 5. نفس التمرين هذا ناخذ وياه السوبر مالته. دائما السوبر مالته ننزل نتجه على نام على الصدر ونرفع ايدينا بهالطريقه هاي، والجذع الاعلى والورك ملصق بالارض. 1 2. شكرا جزيلا للزميل الشريفي الكابتن حيدر الشريفي على إعداد هذه الفقرة الرياضية. وننتقل مشاهدينا مباشرة إلى الزميل بهاء الربيعي من الجامعة المستنصرية، حيث تشييع الدكتور محمد بديوي الشمري. مرحبا بك بهاء. والسيطرة عادة هناك في مكان ضيق. نعم دكتور، لو سمحت لي ابتداء من الاستوديو. نعم حياكم الله يا إيناس، وعظم الله لكم الأجر. عظم الله لكم الأجر. بهاء، هل لك أن تطلعنا على ما يحدث الآن في الجامعة المستنصرية؟ نعم إيناس، في الجامعة المستنصرية نظموا بدءا من رئاسة الجامعة وانتهاء بأصغر موظف وما بينهما الطلبة، نظموا وقفة احتجاجية كبرى. هذه تندد باغتيال الدكتور محمد بديوي الشمري الإعلامي والتدريسي والمواطن الصالح الذي لم يؤذي أحد. بالتالي هذا الاغتيال جاء صوت من أجل إظهار الحقيقة ومن أجل تلاحم المجتمع العراقي والوحدة الوطنية والعيش المجتمعي المسالم. فهنا كانوا برلمانيين وما زالوا، وأيضا ممثل عن دولة رئيس الوزراء الدكتور صلاح عبد الرزاق، وأيضا هناك أصوات علت من أجل إظهار الحقيقة. أحسنتم بهاء. طيب، يعني هل لك أن تلتقي بعميد الجامعة مثلا أو أي شخص ليحدثنا عن كيفية تلقي خبر استشهاد الدكتور؟ نعم يعني رئيس الجامعة تقول الزميلة إيناس، كيف تلقيتم هذا الخبر؟ كما ذكرت قبل قليل، تلقيناه بألم كبير وأسى كبيرين. اعتداء بدم بارد على تدريسي كان بمثابة اعتداء على القلم، كان بمثابة اعتداء على الحرية، اعتداء على المواطن الأعزل. هو مواطن أعزل، لم يكن حاملا سلاح ولم يكن معتديا على أحد، إنما سالكا طريقه، وكان الاعتداء عليه بهذه الطريقة. لو هذه طريقة بشعة حقيقة لا يمكن السكوت عنها، ولا بد من أن يأخذ جزاء هذا الشخص المعتدي جزاءه العادل إن شاء الله، على أيادي المسؤولين، على أيادي العدل، على أيادي القضاء إن شاء الله. طيب، يعني هل هناك ستقدم دعوة من قبل رئاسة الجامعة تجاه ما حصل للدكتور محمد؟ نعم، هناك دعوة وبالتنسيق مع وزارتنا سائرين بهذا المجال إن شاء الله، وسائر في اتجاهها. وبعد لحظات سيكون لقاء مع معالي الوزير متجه الآن إلى الجامعة المستنصرية لنستمر بمتطلبات هذه الدعوة إن شاء الله. نعم شكرا. نعم، معي أيضا يا إيناس ويا محمد ممثل دولة رئيس الوزراء كما قلت الدكتور صلاح عبد الرزاق. يعني سأطرح عليه هذا السؤال. يعني دكتور، هل هناك إجراءات من رئاسة الوزراء تجاه حماية الأساتذة والإعلاميين؟ فيما يتعلق كانت هناك إجازات، لا تتذكرون، إجازات سلاح أعطيت لغيرهم، ولكن توفير حمايات لكل شخص أعتقد بحاجة إلى تدابير جديدة. ولكن بالتأكيد يعني نحن نطمح إلى أن تكون هناك هيبة للدولة وسلطة للقانون في كل المجالات، وحماية كل المواطنين جميعا وليس فقط طبقة معينة. وهذا فعلا ما نطمح إليه، وإن شاء الله سيكون هناك ردع لأمثال هؤلاء، وأيضا بقية أي يعني قوات أمنية، كما يوصي دولته دائما بأهمية يعني رفع معاناة الناس، وآخرها هو فتح الممرات لكل السيارات العابرة من خلال السيطرة وعدم تأخيرها بشكل يعني عشوائي. وهذا فعلا ما نريد تحقيقه، هو أيضا الحفاظ على أمن المواطن، وأيضا الحفاظ على انسيابية العمل والحركة، وأيضا المحافظة على انتظام السير في كل شوارع بغداد، وهذا فعلا ما نطمح إليه. نعم
نعم يا زملائي، وهناك أيضا برلمانيون واجدون معي الآن. تفضل معي الفياض، أستاذ الفياض. يعني ما هو دور البرلمان اليوم إذا ما حصل مع الدكتور محمد؟ يعني خصوصا الدكتور محمد هو إعلامي وتدريسي، فكلاهما في عاتق البرلمان، والبرلمان هو سلطة تشريعية. بسم الله الرحمن الرحيم. العمل كبير والعمل إجرامي بحق العلم والمعرفة والصحافة والإنسانية. على السلطة القضائية أن تأخذ دورها بالشكل القانوني والدستوري، وأن تتعامل مع هذا الملف بجوانب إنسانية وجرمية، وجوانب أيضا إعطاء درس للرجال الأمن والجيش أن يفهموا مسؤولياتهم. نحاسبه كما نحاسب أي ضابط في أي وحدة عسكرية. يهمنا المجرم ويهمنا أيضا المتستر على المجرمين. يفترض على آمر الوحدة وآمر اللواء أن يسلم هذا المجرم حين حدوث الحادث لولا تدخل دولة رئيس الوزراء، وتم تسليم المجرم، وأيضا إنهاء الغضب الجماهيري الذي من خلاله ممكن أن نخلق أزمة بين أبناء الشعب الواحد. فتدخل السيد رئيس الوزراء كان في محله باعتبار أنهى الفتنة، وكان هناك حشد كبير من العشائر ومن رجال الصحافة والأكاديميين متوترين باتجاه خلق أزمة، ونحن لا نحتاج هذه الأزمة. قال تدخل رئيس الوزراء. إذا سمحت لي، يعني هناك من يروج في القنوات على أنها عملية قومية كردي وعربي، فكيف ترد على هذا الموضوع؟ طبعا بالتأكيد عندما دخل دولة رئيس الوزراء بهذا الملف كان يفهم هناك بعض الجوانب من الناس اللي يحاولون أن يخلقون الأزمة والتوتر بين أبناء الشعب، فحسب الملف. وكان هذا الملف له أهمية باعتبار الدم العراقي هو عزيز، والدم العراقي هو بموقع خاص بالنسبة للدولة برئاسة رئيس الوزراء وكل المسؤولين والأكاديميين والمواطن العراقي. عندما يشعر هناك اهتمام بدم العراق والشهيد، نحن نعتز بموقف دولة رئيس الوزراء وكل الجهات المعنية بذلك. نعم زملائي. نعم. يعني مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية الدكتور فوزي، حياك الله دكتور، عظم الله لك الأجر. أكيد اليوم هذا اليوم هو يوم حزن ويوم مأساة، خصوصا على الأساتذة، ثم يأتي على السياسي والشعب. أكيد يعني الأساتذة كنتم يوم أمس كان بينكم أو قبلها كان بينكم، واليوم هو يرتحل إلى جوار ربه. يعني كيف تردون على هذا الموضوع؟ والله أقول بجملة قصيرة إن ما حدث يمثل القبح كله أمام استشهاد هذا الأستاذ الزعب. جريمة قبيحة، الفعل قبيح، لا يمكن لنا يعني الكلمات ليس من السهولة أن تحضرني الآن، لكن فعل يتحمله صاحبه. أتمنى أن لا يأخذ أطر أكثر مما هو موجود. هذا الفاعل ضابط في الجيش العراقي تحت أي مسمى كان، يجب أن يأخذ عقوبته كمجرم. الغريبة أن هذا الحدث يعني اعتدنا أن يكون الضحية هو للإرهاب، أما أن يأتي من قبل مؤسسة رسمية فهذا في غرابة، يعني كل الغراب. يعني لا أستطيع أن أتحدث بهذا الموضوع حقيقة. نعم، يعني شكرا جزيلا لك دكتور. يعني أعود إلى مساعد الجامعة. يعني هل هناك تعطيل الدوام في الجامعة المستنصرية؟ هناك حداد 3 أيام حزنا على الفقيد، واعتصام للطلبة قد يكون للجامعات الأخرى، وهناك تنسيق بين الجامعة المستنصرية والوزارة حول هذا الموضوع إن شاء الله. نعم، سأعود إلى رئيس الجامعة بالسؤال، لكن أود أن أعطي بعض التوضيحات. أن شيع اليوم جثمان الشهيد محمد والتشييع الرمزي أيضا بأيادي عراقية لم تكن سنية ولا شيعية ولا كردية ولا عربية ولا تركمانية، بل كانت عراقية وطنية بحتة، تؤمن أن التعدد دولة المؤسسات، وتؤمن بحرية الفرد، وتؤمن بالإعلان والسلطة الرابعة، وتؤمن أن العراق متجه نحو تكوين دولة مؤسساتية تؤمن بحرية الإنسان العراقي وكرامة الإنسان العراقي. يعني هل هناك تنسيق رئيس الجامعة دكتورنا العزيز، هل هناك تنسيق ما بينكم وما بين الجامعات الأخرى من أجل توضيح الحقائق لدى بعض الطلبة حتى لا تكون هناك فتنة؟ لا أبدا، المسألة واضحة وضوح الشمس، ونحن نستنكر بعض الأعمال التي تجري وراء الكواليس من قبل البعض الذي يريد أن يستغل هذه الفرص لجعل الأمر يأخذ منحى طائفي أو قومي. أبدا،
المسألة عراقية وكلنا عراقيون، ولا يوجد هذا النفس أبدا بين أروقة جامعتنا والجامعات العراقية. كلنا عراقيون متساوون بالحقوق وأمام القانون أيضا. هذه العملية عملية يمثلها شخص يمثل نفسه فقط، لا يمثل الأكراد ولا يمثل غير الأكراد، إنما يحاسب هذا الشخص بجرمه الذي قام به، وليس لأنه كردي وليس لأنه من أي طائفة كان أبدا. شكرا جزيلا. يعني الآن زملائي عميد كلية الآداب الدكتور سامي معي، فأود أن أسأل أولا عن ما حصل يوم أمس، هل كان مؤثر على قسم الآداب؟ السلام عليكم. عليكم السلام. ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ استشهاد الزميل الدكتور محمد بديوي الشمري. كان أستاذا مثاليا ورائعا وملتزما في أوقاته العملية، خصوصا في قاعات الدرس. فقدنا في ذلك اليوم أستاذا كريما وعزيزا لا يمكن أن يعوض في لحظة من لحظات الزمن، لأنه كما هو معلوم لا يستطيع الإنسان أن يحصل على الشهادة إلا بعد مجاهدة كبيرة مع النفس في أقل تقدير 26 عاما. لذلك ليس بالأمر السهل والهين على الجامعة المستنصرية وعلى كلية الآداب وعلى قسم الإعلام أن يعوض مثل هذا الأستاذ الرائع المثالي. طيب بهاء، ممكن أن تبقي ضيفك بهاء رحمته. شكرا جزيلا بهاء. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. نعم زملائي، نعم. ما زلت معكم أنا. يعني رأينا كيف كانت هذه الوقفة الجليلة من أبناء الشعب العراقي تجاه هذا الشهيد العملاق الرائع، نعم. الذي سطر بدمائه أروع أسطورة وطنية، وهي ستنشد بها الأجيال جيلا بعد جيل أن الدكتور محمد بديوي الشمري هو عنوان للوحدة الوطنية. نعم بهاء، برأيك بهاء هل تستمر هذا الاعتصام لحد تسليم المجني عليه أو الذي قتل الدكتور محمد البديوي، أم ستكون الحداد لمدة 3 أيام؟ نعم يا محمد، الدكتور محمد بديوي لم يكن مستهدف من قومية، إنما كان نعم. من جهل هذا الضابط الذي لم يدرك أنه قتل بهذه الرصاصة عملاق صاحب أطروحة، نعم. وعملاق صاحب رؤية إعلامية، وعملاق واكب العملية السياسية، وعملاق واكب العملية الإعلامية، ويؤمن نعم. بدولة المؤسسات ويؤمن بحرية الفرد. فبالتالي الدكتور محمد عندما فقد اليوم فقد نصف العلم والإعلام، كون الدكتور محمد يمثل الشريحة المهمة والمثقفة التي تؤمن بأن الحرية هنا لا بالسلاح، إنما الحرية بسماع رأي الآخر. ومن هذا الاتجاه أنا متأكد، ورأيي الشخصي يطرح عبر فضائية المسار الأولى، كوني إعلامي ويهمني دماء يعني الشهيد محمد الشمري، ستتجه الناس نحو الانتخابات بشكل ملحوظ وبشكل صارخ وبشكل من أجل إدلاء بصوتها، كون هذه الدماء اليوم وحدت الشعب العراقي وأعطت زيادة من الوعي نحو دولة المؤسسات ونحو بناء دولة تؤمن بالحرية. شكرا جزيلا بهاء الربيعي على تغطيتك حقيقة من الجامعة المستنصرية، وأكيد الشكر الجزيل لكل ضيوفك المحترمين. شكرا جزيلا بهاء. نعم. يا إيناس، هناك مسألة مهمة جدا، أنه البعض يظنون أن ستكون هذه فتنة أو التفات إلى بعض القوميات قتل محمد البديوي على يد ضابط من القومية الكردية، ستكون تؤثر على فتنة وعلى الطائفية الموجودة حاليا عندنا، بأنه احنا النار يعني احنا ليس بحاجة على أن تكون طائفية أكثر وتهج الأمور أكثر وأكثر. هي هذا ما ارتكبه الضابط يجب أن يأخذ عقوبته، لأنه يعني مثل ما قال زميلنا بهاء، أنه قتل صاحب رؤية إعلامية، صاحب الفكر، صاحب القلم، الذي يتكلم دائما على الحق. وما رأيناه من بعض الضيوف الذين قالوا على أنه لم تكن هناك وجوه طائفية أو فتنة طائفية على ما حصل لمحمد البديوي. نعم أكيد، يعني التثمين لمعالي السيد نور المالكي بذهابه ووأد نعم. الفتنة ويعني تدارك الموضوع، وأكيد يعني له الأثر الكبير في يعني وأد الفتنة كما ذكرت، إضافة إلى أنه مسألة يعني أخذ العدالة مجراها، أكيد هذا أيضا يطمئن المواطن العراقي بأن هناك عدالة وأن هناك قاتل يجب أن يسلم إلى القضاء. بالنسبة لمسألة الإعلامي
التدريسي أكيد يعني هذه المكانة المرموقة أكيد له من المكانة لأجيال أكيد يعني، ونحن أكيد نستنكر ونجب وحقيقة نتألم لفقدان مثل هكذا شخصية، لكن أيضا هي إشارة لكل المواطنين البسطاء إن صح التعبير. يعني اليوم المواطن العراقي يجب أن يشعر بالأمان، حاله حال أي أستاذ جامعة أو حاله حال أي إعلامي أو أي مسؤول آخر، كلنا تحت راية الوطن متساوون وكلنا يجب أن نتعامل أو أن نعامل بسواسية. أكيد يا إيناس، هناك مسألة مهمة جدا وهي كلمة العراق، هذه البلد الثمين الذي يحمل جميع الطوائف العراقية من السني والشيعي والكردي والتركماني والصائبي واليزيدي، من جميع الطوائف. لابد أن نلفت الأنظار إلى هذه الأم التي تحتضن هذه الطوائف. لا داعي إلى الفتنة التي قد روت بقتل الإعلامي والأستاذ الجامعي محمد البديوي. كردي يعاقب، عربي يعاقب، قتل يعاقب، لأنه ليس له علاقة بالفتنة. لو حصل فتنة سوف تزداد هذه الأزمة نعم. أكثر وأكثر يا إيناس، وسنكون نحن المتضررين أولا وأخيرا. أكيد طبعا. مشاهدينا ما زلنا مستمرين معكم مع الزميل بهاء الدين الرباعي المتواجد حاليا في الجامعة المستنصرية، ويحدثنا على آراء الطلبة باستشهاد يوم أمس محمد البديوي الشمري الأستاذ الجامعي. بهاء، هل تسمعني؟ نعم يا محمد، تحية لكما وعودة معكما. يعني ما زلت في الجامعة المستنصرية وهناك دموع تتكلم. أحيانا الصورة لا تكفي، أحيانا الكلمات لا تغني والتغطية لا توفي ما هو اليوم حاصل في الجامعة المستنصرية. هناك دموع تصرخ وتتكلم، لعلها رسمت لوحة تقول محمد الشمري ينتمي إلينا بالدماء وينتمي إلينا بالوطن وينتمي لنا بالعلم والمعرفة. نعم يا زميلي محمد، أنا عندما رأيت هذه الدموع تذكرت قول يقول العلم يبني بيوتا لا عماد لها والجهل يهدم بيوت العز والكرم. نعم، لو كان هذا الضابط يعلم ما هو محمد ومن هو محمد بديوي الشمري لما أطلق عليه هذه الرصاصات. لعله جهل أنه اليوم أبكى طلبة الجامعة المستنصرية بل كل طلاب الجامعات عموما. نعم، أنا سأخذ حوار مع بعض الطلبة الموجودين هنا والمتواجدين بدموعهم. حقيقة يعني هناك لوحة سطرت من قبل طلاب الجامعة المستنصرية وطالبات الجامعة المستنصرية تقول للشهيد محمد لن ننساك ولن نتنازل عن ثأرك مهما حدث. نعم، معي أحد الأخوة الذين وضعوا صورة الشهيد على صدورهم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عظم الله لك الأجر. عظم الله أجوركم إن شاء الله. ماذا تقول واليوم هو الأول لفقيد محمد الشمري؟ نعزي أولا بسم الله الرحمن الرحيم، نعزي كلية الآداب قسم الإعلام وطلاب قسم الإعلام على هذه الفاجعة الأليمة. دكتور محمد كان من أحد دكاترة العظام. دكتور محمد قدوتنا وسوف يبقى قدوتنا مدى الحياة، الذي بذل جهودا من أجلنا ومن أجل تعليمنا ومن أجل وصول إلى صوت الحق وصوت الحقيقة للمواطنين. دكتور محمد كان من أحد أبرز الإعلاميين في الوسط العراقي. دكتور محمد في كل شيء كان عظيم، ونحن نطالب دولة رئيس الوزراء بالقصاص لهذا العمل الإجرامي والوقوف معنا يد بيد، ونطالب أيضا كذلك خروج قوات البيشمركة من هذه المنطقة الذي لم يفعله أي بشر في هذه الأرض. نعم، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، ممنون منك. نعم زملائي، ما زلت هنا وما زالت التغطية موجودة وهذه الدموع. نعم. بهاء، هل أمكن أنه تسأل أحد الطلبة الموجودين في الجامعة المستنصرية بأن هل ستكون هناك اعتصام في الجامعة أو رأي ما لبعض الطلبة؟ فبرأيك إذا أمكن أن تسأل بعض الطلبة الذين بقربك. نعم حياك الله وعظم الله لك الأجر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني هناك سؤال من الاستوديو من الزميل محمد يقول هل ستطالبون رئاسة الجامعة بوقفة احتجاجية بأخذ حق الشهيد محمد؟ نعم أكيد، ونستنكر هذا العمل الإجرامي الذي استهدف الدكتور محمد البديوي، لأنه كان
يقوم بعمله، واليوم صار في الإعلام واحتمال باكر هذا العمل يستهدف أيضا من أي كلية أخرى، ونحن نستنكر بشدة وإن شاء الله ونطالب من دولة رئيس الوزراء الإجراءات وإعدام القاتل الذي استهدف هذا الشهيد البطل. نعم، شكرا جزيلا. نعم زملائي في الاستوديو، يعني أغلب الطلبة هنا توشحوا بالسواد، والقسم الآخر حملوا اللافتات، والقسم الأكبر حمل الصور على صدورهم من أجل توضيح أن الدكتور محمد يمثل كل من ينتمي إلى الجامعة المستنصرية. وأيضا نقطة أخرى هو المطالبة برحيل قوات البشمركة من الجادرية، وأيضا شكر للذين ساهموا بتسليم هذا الضابط الذي أساء للعلم والمعرفة وأساء للإعلاميين، والشكر للذين قدموه إلى العدالة. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعني عظم الله لك الأجر، وهذا اليوم هو يوم حزن أكيد على جامعتكم وعلى نفوسكم. أشكرك لنا ولكم إن شاء الله. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا دكتور محمد يعني صراحة الكلمات تعجز عن الوصف، أن هذا الإنسان ما أعرف يا بعد الموت اختاره. كان يمثل الكلمة الحرة اللي هنا نبدأ بالجامعة، وأستاذ ومن أعلام الجامعة المستنصرية. بس احنا نطالب بالسيد رئيس الوزراء بإنزال أقصى العقوبات بحق المعتدين وإخراج قوات البشمركة من الجادرية. هذا طلبنا الوحيد له، لأن ما معقول أكو مساواة وتفرقة بين العرب والكراد، يعني معاملتهم أن هناك غير شكل. لا احنا إن شاء الله هذا الأمر الدكتور محمد من خلال دماء وحد إن شاء الله شعب العراق. أتمنى أن القانون على الجميع، والقانون فوق الكل، والقانون يعلى ولا يعلى عليه. هذا الشيء رايدي. شكرا حبيبي. شكرا جزيلا لك، عظم الله لكم الأجر. أكيد يعني محمد، يعني هناك مطالبات بإنزال العقوبة الحقيقية بحق من أساء إلى الدكتور محمد وأسالة الدماء الطاهرة بسبب هذه الطلقات الطائشة حقيقة، التي لا تعرف العلم والمعرفة ولا تعلم أن الإعلامي هو السلطة الرابعة، أي صوت المظلومين. نعم يا إيناس، أنا الآن متواجد في الجامعة المستنصرية، وأيضا لنقل الحقيقة أن طالبات الجامعة المستنصرية أغلبهن ارتدن السواد، وهناك من يضع صورة الشهيد محمد على صدره وهو دموعه تكفف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أولا شكرا لهذا الشعور الرائع لتحمل صورة الدكتور محمد ودموعك تسيل. هذا شرف أن يكون الإنسان يعي حقيقة، ولا تحيا أمة لا تقدس شهدائه. طبعا أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعز الأسرة الإعلامية بفقدان هذا الرجل الكبير. طبعا أستاذ محمد أنا أحد طلبته قسم الإعلام. أستاذ محمد إنسان مثقف، وإنسان بكل ما تحوي الكلمة من إنسانية. لم يعلمنا يوما شيئا غير إنساني. علمنا كيف نكون مضبوطين في واجبنا، علمنا كيف نقدم صورة جميلة للإعلام للناس، علمنا كيف نكون إنسانيين مع المواطنين، مع العراقيين، مع العالم بشكل عام. لم يحرض يوما أو لم يعني ما جاب لنا فد شيء يحمل عدائية، ماكو بنفسه أي فد شيء من هذا الشعور. إنسان بسيط، إنسان كان بالنسبة لنا أب وأخ وصديق. يعني احنا بفقدانه ما يسعنا نقول له غير صرنا ايتام فقدان استاذ محمد. زين، استاذ محمد تدريسي من سنة 94، قدم لهاي الجامعة وقدم لغير جامعات، وقدم للعائلة الإعلامية في العراق فشيء يعني كبير جدا. يعني لا يسعني أن يقول لا، هو خسارة كبيرة جدا. فبذلك نطالب قصاص العادل من القاتل. نناشد دولة رئيس الوزراء الذي ذهب إلى مكان حادث وراء الجثة، رأى الاعتداء. زين، هو وعد بالقصاص وتم الاعتقال، لكن نطالب بالقصاص في مكان الحادث. نحن كصحفيين وكأبناء لهذه الجامعة وكأبناء للأسرة الإعلامية في العراق، زين، نطالب بأن أن ينفذ القصاص العادل بهذا المجرم في مكان الحادث. أكيد أنتم اليوم أولياء الدم، فأكيد أنتم طلبة، أكيد أنتم أولياء الدم. طبعا احنا نطالب بحق الدكتور أستاذ محمد الديوي الشمري وبشدة، وستكون لنا وقفة اليوم وغدا، وسنبقى واقفين ونطالب بحقه ولن ننساه أبدا، وسنظل نطالب به. وإذا نساه أحد لن ننساه نحن، لأننا نحن من تربينا على يده. زين، أكيد الشعب العراقي والإعلام العراقي ما راح ينسى الدكتور محمد، وراح يبقى يتابع القضية حتى ينال قاتليه
القصاص العادل. طبعا احنا اكثر ناس احنا كنا نشوفه يوميا محاضره يبنا، يوميا يحكي ويانا، يوميا يوصينا، يوميا ينصحنا، يوميا يوجهنا، يوميا يعطينا واجبات. اكيد. نعم. شكرا جزيلا. نعم. شكرا. نعم زملائي، يعني حقيقة الدموع تنهمر من كل الموجودين هنا، يعني على الفطرة، كون هناك حب فطري ما بين الطالبة والأستاذ، وبالتالي تبلور إذا كان الأستاذ قدوة حقيقية كالدكتور محمد، فأكيد تبلور هذا الحب وهذا العشق إلى أن يكون دموع هامرة ونازلة على الخدود. نعم. نحن الآن في الجامعة المستنصرية، وأكرر الجامعة تتجه باتجاه السواد والحزن، وهنا الدموع تنهمر بين الفينة والأخرى، والعزاء ما زال قائم في هذه الجامعة من أجل تأبين هذه الروح المقدسة العلمية التي أعطت للعراق كل شيء. نعم زميل بهاء، شكرا جزيلا لك على هذه التغطية الخاصة لاستشهاد الزميل الصحفي الدكتور الأستاذ محمد البديوي الشمري. شكرا لك يا بهاء. شكرا لكم. طبعا هناك مسألة مهمة جدا، أنه أعيد وأكرر هذه المسألة، يجب أن تكون هناك عدالة وقصاص تام على هذه الإجرام الذي أتم يوم أمس في استشهاد هذه الفاجعة الكبيرة للصحفي والزميل محمد البديوي الشمري. وأكرر أيضا تكرار ثاني، وهي ولن تفرقنا أبد، وهي تبقى العراق تحتضن جميع الطوائف العراقية، إذا كان من الكراد، وإذا كان من العرب، وإذا من السنة، وإذا من الشيعة، وإذا من الصائبة والتركمان والمسيح بأجمع. تبقى العراق واحدا، وتبقى العاصمة الجميلة بغداد هي الأم التي تحتضن جميع العراقيين بأجمع. مشاهدينا، ما زلنا مستمرين معكم في مشوارنا الصباحي لهذا اليوم، ونتمنى أن تكون قد نالت رضاكم على ضفاف النهرين، وهي الفقرة التالية. فلنشاهد ونلعب، خليكم معنا. شارع النهر أو شارع العرائس كما يسميه البعض، يعد من أكبر الأسواق في العراق، إذ تباع فيه الملابس والإكسسوارات والحلي والمصوغات والأقمشة والمكياج والعطور، كما أن المركبات لا تستطيع السير به نتيجة لضيق الشارع، ولا تفصله عن نهر دجلة سوى العشرات من الأمتار التي تشغلها المحال التجارية والبنايات والخانات القديمة. والله شارع النهر شارع الخير كان يسمى، امتداده من جسر الأحرار ينتهي بجسر الشهداء، وكان هذا الشارع شغلة الصبة بالبداية تبدي من بداية شارع النهر، كان شغلة قبل الفضة وبعدين اجت الذهب، ويدرج منها غرفة تجارة بغداد، وكان بيت اللنج، وكانت الشريعة مال السمك، وكان شارع الخير هنا، كان حتى العروس من تجي شارع النهر تتجهز من هنا، يعني كان ماكو مثل البياع وبغداد الجديدة ومدينة الصدر أو مناطق يعني كانت منفتحة. إذ نجد محل صياغة المجوهرات والحلي الذهبية والفضية في مقدمة الشارع، وبعض محال الأنتيكات المجاورة لبناية غرفة تجارة بغداد التي تأسست عام 1926، وتعد هذه البناية القاسم المشترك بين الشارع ونهر دجلة، حيث تطل واجهتها على الشارع وخلفيتها على النهر، وسمي الشارع بهذه التسمية نتيجة لمحاذاته لنهر دجلة. وشارع النهر تدري من بيت اللنج كان مشهور، بيت اللنج غرفة تجارة بغداد، عرفت شلون؟ ويوسف القيلاني بيت عشط بيت النقيب يعني كان منه، وشريعة السمك يعني كانت كلها هاي من تمداد لها. وبعدين من تجي تدريجيا تجي هنا بالملابس وايد، تي وين الى سوق الساعدشيه والمدرسه المستنصريه، كانت يعني هم كلها له. ويتميز شارع النهر بكثرة المساجد، ومن أبرزها جامع الباشتشي الذي يعود بناؤه إلى ثلاثينيات القرن الماضي، وجامع العادلية الكبير، وجامع التكية الخالدية، وجامع الخفافين.
وغيرها من المعالم القديمة العراقية. أحبة المشاهدين، وصلنا نحن وإياكم إلى ختام فقرتنا لهذا اليوم، والتي تحدثنا من خلالها عن شارع النهر، على أمل أن نلتقيكم في فقرات قادمة. حتى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل. هذه عودة من جديد لاستديو نسمات الصباح. شكرا جزيلا لك حارث الخزاعي على إعدادك هذا التقرير اللي يتحدث عن شارع النهر. حقيقة شارع النهر شارع جميل، وأغلب الفتيات اللواتي يردن الزواج يذهبن إلى شارع النهر لشراء مستلزمات الزواج. حتى أروح أكيد هي يعني معروفة، يعني دائما كل الأمور اللي تحتاجها العروس وربما العريس أيضا، يعني ما أعرف حقيقة. ليش بدي أعرف شيء واحد، ليش يعني النسوان هواي يروحون للسوق ويتسوقون ويروحون بحجة يوميا، يروحون يشترون ملابس والاكسسوارات واكثر من الرجال؟ يعني هذا مرض محمد، يعني شافاكم وعافاكم منه، يعني يصيب النساء. صرف خطيه الرجال يروح يتعب ويشتغلوا هذا، يعني الشره مو طبيعي. يعني حقيقه انا اعترف انه اغلب النساء يعانين من هذا الموضوع، وهو الشره بالتسوق. يعني ماكو حد، ماكو شبع فعلا. والموضه والازياء والاكسسوارات وهذه الامور كلها يعني تجتذب الفتاه، فبالتالي هي اكيد يعني تكون متسارعه لاقتناء هذه الاشياء. يا ناس توافقين انه تكون هاي تبذير يعني مثلا؟ اكيد، يعني اذا زادت عن حدها يعني اكيد تبذير وهجمان بيوت اذا صح التعبير. نعم أكيد. عندنا فقرة تالية إيناس. نعم أكيد، أيضا مع الزميل حارث الخزاعي. هذه المرة حكاية فنان عراقي. فناننا لهذا اليوم هو عدنان شلاش. نتعرف على حكايته مع الزميل حارث ولنا عودة. صباح الخير والمحبة والسرور على جميع مشاهدي فضائية المسار الأولى. فقرتنا حكاية فنان عراقي. نستضيف في هذه الحلقة أحد أعمدة الفن العراقي، ألا وهو الفنان المبدع عدنان شلاش. صباح الخير أستاذ. صباح النور، هلا مرحبا. هل لك أن تحدثني عن تجربتك في مجال الفن؟ والله هي تجربة قاسية، حلوة ومرة. وهذا ما ذكرته في مذكراتي، الحلو والمر في قطار العمر. جميل. ما أدري سمعت بها، قريتها، نشرتها جريدة المؤتمر. فكل ما يكون الطريق وعر، كل ما تكون خطوات الفنان راكزة ونتائج مسيرته تكون جيدة ومفيدة للبلد والناس. أستاذ عدنان، أبرز أعمالك الفنية التي لا زالت عالقة، أكيد الجميع يعلم بأن أعمالك كثيرة، أبرز هذه الأعمال التي لا زالت عالقة في ذاكرة المبدع عدنان شلاش؟ والله الأعمال كثيرة بالعشرات. نعم. عشرات المسرحيات، عشرات المسلسلات. نعم. والقليل من الأفلام السينمائية. واللي بقى في ذاكرة الناس مو فقط في ذاكرة الفنان عدنان شلاش، وإنما في ذاكرة الناس هي مسرحية المحطة. نعم. المحطة لما تحمله من تقاليد عريقة في الجنوب، وكاركترات الممثلين المتنوعة في العرض المسرحي، هذا جعل المسرحية خالدة وتبقى في الذاكرة لحد الآن. نعم. نعم. بوجهة نظرك اليوم إلى أين وصل اليوم الفن العراقي؟ والله وصل إلى طريق مسدود. نعم. إذا ما اهتمت الدولة والمسؤولين عن الفن العراقي والمسارح، ما أتصور نتيجة مبشرة بالنسبة للفن العراقي، خصوصا المسرح اللي هو أبو الفنون وهو المنطلق الأساسي للفنان. جميل. يبدأ في المسرح ويستمر في خطوات ثابتة وجيدة
في المسلسلات والعمل السينمائي والتلفزيوني. أستاذ عدنان، احنا اليوم نجد العديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية هي تسخر من الشخصية الجنوبية، هل هذا الخلل بالمؤلف بماذا؟ لا، هذا الخطأ، هذا الخلل في المتلقي. جميل. المتلقي اللي يقبل هكذا أعمال تسخر من شخصية الريف الذي يأتي في مهمة معينة إلى المدينة ويقع في مطبات. لما يقع في الواقع، هو لما يقع في مطبات في المدينة، هذا ما يعني جهل المواطن أو جهل ابن الريف، وإنما تحفظ في الانزلاق في مطبات وأخطاء تكاد تكون غير مقصودة بالنسبة إليه. نعم. كأن يدخل في فندق الشيراتون ويتعثر في مسيرته، أو يتلكأ في توجيه الأسئلة لهذا وذاك. نعم. هو ليس أميا، وإنما يتقي الخطأ. هذا اللي هو وطبعا الأعمال اللي تقدم على مسارح بغداد الآن اللي هي لا ترتقي إلى المسرح النظامي. نعم. مسارح تجارية تسخر من ابن الريف، يدخل في ملهى ويطلع في ملهى ويغرون المتلقي. المتلقي نحتاج الآن إلى ثقافة. نعم. ثقافة ميدانية، ثقافة توعية للمشاهد العراقي. أستاذ عدنان، ألا توجد مراقبة أو متابعة على النص؟ هو هذه الإشكال. نعم. المفروض هو يكون الإنسان رقيب على نفسه، الفنان قبل المتلقي. جميل. أن يكون رقيب على نفسه وما يشارك به من أعمال. يجب أن يرفض هكذا أعمال تافهة ورديئة تمس تقاليدنا العريقة في الجنوب وفي الوسط والشمال وهكذا. نعم. الأستاذ الفنان عدنان شاه، شكرا جزيلا لك، كنت ضيفا خفيفا بالمسار وكادر المسار، وتحياتي للكادر اللي خلف الكاميرا العاملين في محطة المسار، والمسار متابعيها حقيقة، ذات برامج جيدة وشيقة وتعليمية وإرشادية. شكرا جزيلا أستاذ، ممنونين. أحبتي المشاهدين، وصلنا نحن وإياكم إلى ختام فقرتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلتقيكم في فقرات قادمة. حتى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل. هذه عودة من جديد لاستديو نسمات الصباح. حياكم الله مشاهدينا مجددا، صباح مليء بالتفاؤل والامل على عيونكم ان شاء الله تعالى. مهنة النحاس من الفن مميز من تراث الشعب العراقي. تقرير مراسلين المحافظة، فلنشاهد ونعود. خليكم معنا. تعتبر مهنة الطرق على النحاس من المهن العريقة التي لها مكانتها الخاصة في المجتمعات، حيث تدخل منتجاتها كل بيت عبر الأواني المستخدمة في الاحتياجات المنزلية. ولم تقتصر صناعة النحاس على الأواني المنزلية، وإنما شملت اللوحات المزينة بآيات قرآنية وأخرى مرسوم عليها معالم تاريخية شهيرة، إضافة إلى التحف التذكارية والصور والمجسمات النحاسية الكبيرة التي تعكس العنصر الجمالي لهذا الفن الرفيع. ويعد سوق الصفافير من أشهر المناطق التراثية التي تشتهر بصناعة الأواني النحاسية كأباريق الشاي والملاعق وإطارات الصور والفوانيس النحاسية التي تكاد تكون موجودة في كل بيت عراقي. وعلى مدار السنين كان سوق الصفافير في النجف عامرا بالأصوات العالية لهذه المهنة، ويعمل بها الآباء والأبناء، إلا أنه أصبح اليوم مكانا لمحال المشغولات الجاهزة بدلا من محال النحاسين، واختفت الأجيال العاملة هنا، فباتت هذه المهنة مهددة بالانقراض. هذه المهنة في طريق الانقراض،
سنة 1940 45 50 كان 30 محل صفار، 30 محل يبيعون النحاس. الآن ما بقوا منهم إلا تشوفي المهنة انتهت غالية. أول كانت الناس تستعمل الأواني النحاسية بالبيوت، طبخ ما طبخ. لما صارت غالية البياض مالها غالي، طلع الفافون والنايلون والستيل والفرفوري، بعد هاي نسخت وغالية. من يشتري بعد الصفر؟ أصبح تحفيات الصفر. الزخرفة على النحاس تعتمد اعتمادا تاما على الخط والرسم والزخرفة، ولا بد لمحترفيها من أن يتقنوا هذه الفنون الثلاث. ثم إنها كمثيلاتها من الحرف اليدوية الدقيقة تحتاج إلى التحلي بالصبر ودقة الملاحظة. أما المواد الأولية المستخدمة فيها فهي صفائح النحاس الأحمر والأصفر، وتتطلب عملية النقش على النحاس من الحرفي مهارة عالية، وبمجموعة بسيطة من الأدوات التي هي عبارة عن طاولة ومطارق حديدية متعددة الأحجام ومطارق خشبية ومجموعة من الأزاميل والأقلام الحديدية. وإن طريقة العمل على النحاس هي بالضغط عليه حتى يتم حفر الشكل الخارجي للعنصر المراد إبرازه. ويشمل عمل النقش استخدام مجموعة من الأدوات المبتكرة التي تعطي الشكل النهائي للنقش. وهناك طرق أخرى للعمل غير الضغط والطرق، هي الحفر والتجويف وتنزيل الفضة أو الذهب والكبس والتخريق. تتضمن أشكال وزخرفة بعض الأواني حقب تاريخية معينة، وتعتبر بمثابة سجل حافل لتاريخ تلك الفترة التي نشأت وانتشرت خلالها صناعة النحاس. فهناك من يهتم بهذه المسألة وحاول اقتناء النحاس والمتاجرة به لجماله ومتانة صنع الأشياء الداخل فيها. نحاس إله في السحر عنده، هم تراث قديم، هم الشغل اللي بيه، الفن اللي بيه. صورت الصواني القديمة بيها فد اطلاعات، فد نقش، فد تاريخ، فد كتابات. هذا اللي خلانا ننجر. أنا بالأحرى ساعات أشتغل، احنا نشتغل بالقديم عن أبو جد بالساعات. ولكن شغلة النحاس هسه مرات عندنا ساعة مطعمة بالنحاس، من أشوفها مطعمة بالنحاس أكشف عنها إذا كانت أرضية أو جدارية أو الثقالات اللي بيها، تلقيها ساعة فاخرة. يعني حتى أكو مكاين بيها نحاس، فالنحاس له فد أساس كلش قوي. تجي الساعة ترقيمها نحاس مرات تشوفيها، يعني بيها قدم وبيها في التاريخ وبيها في الشغل كلش قوي. النقش على النحاس من الفنون التي لا زالت تحتفظ ببريقها الخاص رغم طغيان أدوات الاستخدامات اليومية المعدنية كالألمنيوم والستيل. ولا تزال منتجات النحاس المزخرفة بالنقوش تجد من يحبذها، وتجذب على نحو خاص السواح الأجانب الذين يريدون أن يقتنوا شيئا من سحر الشرق وأن يعودوا إلى بلادهم محملين بالصناعات الشعبية التي تربطهم بعالم ألف ليلة وليلة الأسطوري.
مهنة النحاس من النجف الأشرف أعدت لنا الزميلة سناء العلي هذا التقرير. أكيد الشكر الجزيل لك سناء. الآن نذهب مشاهدينا الكرام إلى الزميل عمار العتابي ودقائق رياضية. شكرا للزملاء في استوديو نسمات الصباح. صباح الخير مشاهدينا الكرام. الفقرة الرياضية تأتيكم حياكم الله. أعلن الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم أنه ينتظر منهاج إعداد المنتخب الوطني من قبل المدرب حكيم شاكر من أجل التحرك لتأمين مباريات تجريبية. عضو اتحاد الكرة علي جبار كشف أن اتحاده لم يفاتح أي دولة من أجل خوض لقاء تجريبي، كونه ينتظر من المدرب أن يقدم منهاجه التدريبي وعلى ضوئه يتم تأمين المباريات التجريبية قبيل خوض نهائيات آسيا التي ستقام العام المقبل في أستراليا. يلتقي اليوم الأحد فريقا القوى الجوية وضيفه نفط الجنوب في لقاء مؤجل من الدور الثالث ضمن منافسات الدوري الكروي الممتاز. وقال مدرب نفط الجنوب عماد عودة أن المباراة في غاية الأهمية كون الفريق المضيف واحدا من أعرق الأندية ويضم نخبة من لاعبي المنتخبات إضافة إلى محترفين على مستوى عال، والمباراة ستكون بملعبهم وبين جماهيرهم. يذكر أن فريق القوة الجوية يحتل المركز الرابع، فيما يأتي نفط الجنوب في الترتيب 11. أعلن الاتحاد العراقي المركزي لكرة الطاولة مشاركته في بطولة العالم والتي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو شهر نيسان المقبل. رئيس الاتحاد كاظم خزعل قال إن الاتحاد وافق بشكل رسمي على المشاركة في منافسات بطولة العالم للرجال والنساء التي من المزمع أن تقام في طوكيو خلال المدة من 28 من شهر نيسان ولغاية 5 من شهر آيار المقبلين. سحبت في مدينة نيون السويسرية قرعة دوري 8 لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. القرعة أوقعت حامل اللقب بايرن ميونخ في مواجهة مانشستر يونايتد، كما أوقعت ريال مدريد في مواجهة ثأرية مع بروسيا دورتموند، وتمخضت عن مواجهة إسبانية خالصة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، بينما يلتقي باريس سان جيرمان مع تشيلسي. هذا وتقام مباريات جولة ذهاب في الأول والثاني من نيسان المقبل. أما قرعة مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم فقد أسفرت عن مواجهة قوية أبرزها بين أولمبيك ليون الفرنسي ومنافسه يوفنتوس الإيطالي، وسيتواجه الكامار الهولندي مع بنفيكا البرتغالي، فيما يلتقي بازل السويسري مع فالنسيا الإسباني. وفي المواجهة الأخيرة يلتقي بورتو البرتغالي مع ضيفه إشبيليا الإسباني. وستقام مباريات الذهاب في 3 من نيسان المقبل، على أن تجرى مباريات العودة في 10 من الشهر ذاته. في أخبار اللاعبين، كشف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عقب الفحوصات المبدئية التي خاضع خلالها الهولندي روبن فان بيرسي مهاجم الفريق أنه سيغيب عن الملاعب نتيجة الإصابة في الركبة لمدة 6 أسابيع. وقد تعرض صاحب الهاتريك التاريخي أمام أولمبياكوس يوم الأربعاء الماضي لإصابة في الرمق الأخير من لقاء العودة لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا انتهاء الأزمة المادية التي كانت تهدد بمزيد من التأخير في تجهيز ملعب في سان باولو سيشارك في استضافة نهائيات كأس العالم بالبرازيل الصيف المقبل. وكان من المقرر افتتاح الملعب منتصف نيسان المقبل، وهو ما يأتي بعد 4 أشهر من الموعد النهائي الذي حدده الفيفا، وهو 30 من كانون الأول الماضي. ومع ذلك ذكرت تقارير محلية أن الموعد الجديد ربما يتأجل أيضا، وثارت شكوك حول مصادر تمويل بعض التجهيزات المخصصة لوسائل الإعلام وكبار الزوار وشاشات الملاعب. لكن الأمين العام للفيفا جيرون فالكا قال إنه تم حل هذه الأزمة. فاز أوكلاهوما سيتي ثاندر على تورنتو رابتورز ب 119 نقطة مقابل 118 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. وسجل كيفن دورانت 51 نقطة، منها رمية ثلاثية قبل ثاني على نهاية الوقت الأصلي أو الإضافي الثاني، ليقود الثاندر للفوز محققا بذلك الانتصار الثالث على التوالي، لكنه خسر خدمة لاعبه ويستبورك الذي ترك المباراة في الربع الثالث بسبب إصابة في الركبة.
الفقرة الرياضية انتهت في حلقة هذا اليوم من نسمات الصباح. شكرا للمتابعة، وهذه عودة مجددا إلى الزملاء هناك. عمار العتابي شكرا لك. والآن أعزائي المشاهدين موجز الأخبار مع زميلي أمل. صباح الخير عليك. صباح الخير يا محمد. صباح الخير إيناس. أهلا بكم مشاهدينا إلى موجز الأخبار. العشرة من أساتذة وطلبة الجامعة المستنصرية ينظمون وقفة احتجاجية في بغداد استنكارا لاغتيال الدكتور محمد بديوي الشمري دون وجه حق، فيما حملوا لافتات تندد وتدين الحادث ورفعوا شعارات تطالب بالقصاص العادل ومحاكمة الجاني. إلى ذلك دان نائب رئيس الجمهورية الدكتور خضير الخزاعي حادثة استشهاد الأستاذ الجامعي الدكتور محمد بديوي الشمري. بيان لمكتب نائب رئيس الجمهورية ذكر أن الدكتور الخزاعي أبدى توجيهاته بضرورة إجراء تحقيق فوري لمعرفة أسباب حادث قتل الشهيد الشمري، مبديا تعازيه لأسرة الشهيد الصحفي. رئيس الوزراء نور المالكي يجدد التأكيد على ضرورة مواصلة تنفيذ الخطة التي صادق عليها مجلس الوزراء فيما يخص محافظة الأنبار. وأكد المالكي استمرار تطويع أبناء المحافظة الذين وقفوا إلى جانب أهلهم وحملوا السلاح مع الأجهزة الأمنية دفاعا عن المحافظة، لافتا إلى أن الجيش سيواصل إداء واجباته في التصدي للإرهابيين والدفاع عن المحافظة حتى تطهيرها من الإرهاب. عربيا تصاعد حدة الاشتباكات بين قوات الجيش السوري ومسلحين متطرفين في محيط معبر حدودي مع تركيا أسفرت عن مقتل قائد جبهة النصرة بريف اللاذقية، واندلع القتال بعد إعلان جماعات ما يسمى بأنصار الشام وأحرار الشام وجبهة النصرة أنها ستحاول فتح جبهة جديدة للقتال في اللاذقية. وأخيرا المعارضة التركية تتوعد بتصعيد الاحتجاجات ضد حكومة رجب طيب أردوغان بسبب ما وصفته بتضييق الأخير على الحريات في البلاد، وذلك إثر قرار اتخذته الحكومة يحظر استخدام موقع التواصل الاجتماعي تويتر. ختام الموجز مشاهدينا، هذه عودة إلى الزملاء في استوديو نسمات الصباح. شكرا لك أمل لقراءتك الموجز، وأكيد مشاهدينا الكرام مستمرين وياكم في تقديم فقرات نسمات الصباح. مشاهدينا الكرام نذهب الآن إلى فقرتنا الصحية، واليوم فقرتنا تتحدث عن مرض السحايا وسائل علاجه وطرق الوقاية منه. إذن لنذهب إلى الدكتور عماد بليبل. أحبتي المشاهدين، نرحب بكم اليوم في فقرة إرشادات صحية. مرض اليوم راح نتناوله بشكل جدا مختصر، حمى التايفويد. حمى التايفويد من الأمراض الانتقالية تنتقل للإنسان عن طريق أكله الطعام الملوث. يجي التلوث هذا الطعام من الشخص اللي حضر هذا الطعام، يكون حامل للميكروب، بكتيري هو طبعا، وعدم عنايته بنظافته الشخصية، فينتقل من إيده الميكروب إلى الأكل اللي دا يقدمه. طبعا هو الأكل إذا يعني أثناء التقديم الأكل اللي ما يكون مطبوخ أو مثلا بعد طبخه راح يلقوا في الميكروب هذا الأكل، بعد حتى احتمال بعد الطبخ. فمن يتناول الشخص هذا الأكل الملوث راح يصاب بهذه البكتيريا وبهذا الالتهاب. طبعا من أعراضه حمى عالية جدا وغثيان، قيء، احتمال يعني هو يجي يعني راح يفد يعني حمى عاليه وتعب شديد اللي يحس به، راح يجبره انه يجي يراجع الطبيب. طبعا احنا من نشوف هيك شيء فنبدي نسال المريض اذا ماكل اكل برا، اذا ما اعرف شنو، راح اكثر الناس يعني راح يقول ايه او لا يعني. فنسوي له احنا الفحص هو فحص دم، هو اللي اكثر شيء نعتمد عليه بالتشخيص. وعلاجه طبعا هواية عدة أنواع هسه مع تقدم الأدوية الموجودة. علاج احتمال يطول أسبوعين، أو احتمال أكو أنواع 5 أيام، أكو أبر، أكو على شكل شراب أو كبسول بالنسبة للأطفال. فبس أهم شيء هو الإنسان يعتمد يعني يتجنب الأكل المكشوف أو الأكل اللي يشك بالنظافة مالته حتى يتجنب هذا المرض. اكو لقاحات بس ما تعطي مناعه 100% لهذا المرض، نعطيه ياخذوها لنا جماعه اللي تيجي تسافر، اللي عنده يروح مكان موبوء او مكان ازدحام مثلا الحج او غيره،
فهذا اللقاح موجود بس ما ينطي مناعة 100% ولا ينطيها إلى فترة طويلة. فمضاعفات هذا المرض كلش هواية، فلذلك انه قد ما الانسان يبدي او المريض يبدي العلاج مبكر قد ما تلقى انه النتيجه اللي يحصلها تكون افضل واسرع. يبقى الفحوصات الدوريه اللي تقوم بها وزاره الصحه بالنسبه للمطاعم على مود بالنسبه للطباخين او اللي هم اللي يقومون بتحضير الطعام، فبالنسبه لهم لازم دائما فحوص دوريه، لان ذولا يكونون حاملين كارير الى للميكروب في جهازهم الهضمي وهم اللي ينقلوه يعني للناس. فهذا الوسيله الوحيده الى انه الانسان يصاب بهذا المرض. طبعا يخوف جدا، يكون خطر جدا بالنسبه للاطفال خصوصا جو السنه، يكون يعني ما مناعتهم قليله، فيكون المرض عندهم جدا شديد، ولازم يكون العلاج يكون جدا مكثف بالنسبه لهم. فوق السنه يعني شوية تكون مناعتهم أكثر فيتحملون المرض والعلاج يجيب نتيجة أسرع بالنسبة لهم. ذلك ننصح الأمهات عدم تقديم الطعام المحضر خارج بالمطاعم أو للأطفال اللي خصوصا من يشكون أنه الأكل ما يكون محضر بطريقة نظيفة أو صحيحة. مشاهدينا حياكم الله مجددا. طبعا شفنا الدكتوره زهره محمد، شكرا لها. ايناس اكيد شكرا جزيلا للدكتوره زهره محمد، لان احنا متعودين نشوف الدكتور عماد القليبل. تحياتنا للدكتور عماد واكيد تحياتنا لزهره محمد، وابعد الله عنكم مشاهدينا الكرام المرض والامراض. اكيد. مشاهدينا الفقرة التالية وهي تقنيات حديثة. تحتزم شركة مايكروسوفت تسويق جهاز اكس بوكس 1 لألعاب الفيديو المتوفر في حوالي 10 بلدان في 26 سوق جديد بحلول أيلول المقبل، في مسعى منها تعويض تأخرها على منافستها لشركة سوني العملاقة. المزيد بالفقرة التالية، فنشاهد ولنعود لكم معنا. في مسعى منها إلى تعويض تأخرها على منافستها سوني، تعتزم مايكروسوفت تسويق جهاز اكس بوكس 1 لألعاب الفيديو المتوفر في حوالي 10 بلدان في 26 سوقا جديدا بحلول أيلول سبتمبر. وسيطرح جهاز اكس بوكس 1 في سوق بلدان عدة منها بلجيكا، سويسرا، السعودية، تركيا والإمارات العربية المتحدة. وتحتدم المنافسة في سوق أجهزة ألعاب الفيديو بين اكس بوكس 1 من مايكروسوفت وبلاي ستيشن 4 من سوني وويو من نينتندو. وقد أتت مبيعات ويو الذي أطلق في نهاية العام 2012 مخيبة للآمال، في حين بلغت مبيعات جهازي اكس بوكس 1 وبلاي ستيشن 4 اللذين أطلقا في نهاية العام 2013 مستويات جد مرتفعة خلال موسم أعياد نهاية السنة. من جديد أهلا بكم مشاهدينا، ومن هذا التقرير إلى تقرير آخر عن افتتاح مركز تجاري ضخم، حيث افتتح في مدينة كانو كبرى مدن شمال نيجيريا الخميس الماضي. مركز تجاري ضخم تجاوزت نفقاته 100 مليون دولار، على الرغم مما تشهده هذه المنطقة في البلاد من أعمال عنف متصلة بجماعة بوكو حرام المتشددة. خلينا نشوف هذا التقرير وراجعين. هذا المركز التجاري الضخم هو الأكبر في كانو كبرى مدن شمال نيجيريا. جرى افتتاحه على الرغم مما تشهده هذه المنطقة من أعمال عنف متصلة بجماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة. بلغت نفقات إنشاء هذا المركز 110 ملايين دولار، واستغرق بناؤه 3 سنوات. وتدفق إلى المركز فور افتتاحه مئات النيجيريين من الميسورين ومن الطبقة الوسطى، وانتشر في المحيط عناصر أمن. ومن بين العلامات التجارية التي فتحت أجنحة لها في المركز التجاري علامة شوبرايت الجنوب أفريقية التي استثمرت 20 مليون دولار في متجرها.
حياكم الله مشاهدينا. شفنا سياق هذا التقرير. إيناس، شفت التقرير شنو رئيس؟ حقيقة يعني شيء جميل، لأنه على الرغم ما تشهده المنطقة من ربما أعمال إرهابية بفعل بعض الجماعات المتشددة، لكن هناك افتتاح مركز تجاري كبير ونفقاته تعدت 100 مليون دولار. أكيد هذا شيء مفرح ويدعو للتفاؤل والأمل، وربما هي دعوة لكل أبناء المجتمع أنه ينبذون هذه التفرقة والطائفية والفكر المتشدد حقيقة الذي سأل إلى الإسلام قبل أن يسيء إلى العالم. عموما نتمنى لمدينة كانو في نيجيريا أن تنتهي من هذه الأزمة ويعيشون بسلام. شكرا لك إيناس. طبعا أكيد معلومة نتمنى أنه تلتفت هذه الأنظار. عندنا تقرير إيناس يتكلم على منظمة للرفق بالحيوانات. نعم. تنقذ أسد محتجز على سطح المنزل. بس أريد أفتهم شنو صعد على سطح المنزل. يعني هي مو نروح نشوفها. كشفت العاصمة الأفغانية كابول عن نجمها الجديد عن حديقة الحيوانات أن الأسد مرجان الذي عاش على سطح أحد المنازل في المدينة إلى أن أنقذتها مؤسسة معنية بالرفق بالحيوان العام الماضي بعدما أوشك على الموت. فلنشاهد ونعود داخلكم معنا. كشفت حديقة الحيوانات في كابول عن نجمها الجديد الأسد مرجان الذي كان يعيش على سطح أحد قصور العاصمة الأفغانية، وهو كان على وشك أن ينفق قبل إنقاذه في اللحظة الأخيرة. وكان رجل أعمال أفغاني جنى ثروته في قطاع البناء قد اشترى في الربيع الماضي هذا الشبل في مقابل 20,000 دولار ووضعه على شرفة دارته الواقعة في قلب العاصمة الأفغانية، وهو أنفق عليه أكثر من 1000 دولار في الشهر الواحد بين شراء اللحوم واستشارات الطبيب وراتب حارسه. وقد عثرت خدمات الرفق بالحيوان على الأسد في حال يرسلها في تشرين الأول أكتوبر. وقد لقب الشبل بمرجان تكريما للأسد الشهير في حديقة حيوانات كابول الذي كان نصف أعمى، وهو بات رمزا للصمود في وجه الاجتياح السوفيتي والحرب الأهلية وحركة طالبان. الآن إلى تقرير آخر وهو عن اختراعات علمية، نشاهده ولا نعود. On How It's Made, we usually stick to the show's title and show you how products are manufactured. But this next segment is about special effects makeup, the kind that makeup artists use on theater and movie actors. So in this case, we'll show you how it's made, but we'll also show you how it's applied. After gelling her hair flat, he glues on a bald cap using a theatrical adhesive called spirit gum. He protects her eyebrows and eyelashes with petroleum jelly, then covers her face in alginate, a material for taking dental impressions. Then he applies wet plaster bandages. After 25 minutes, the materials harden into a mask. Now he lines it with plaster. In a half hour, the plaster hardens into a perfect replica of the woman's face. Like putting non-stick spray on a baking pan, he coats the model in a release agent. Then, using professional-grade plasticine, he begins to sculpt an elderly face. He smooths out the wrinkles with strong rubbing alcohol so they'll look realistic. He uses a bumpy rubber pad to give the skin an aged orange peel texture. The finished sculpture sits in water for 2 to 3 hours. This activates the release agent, detaching the plasticine from the plaster underneath. Now the artist carefully cuts the sculpture into sections. The number of pieces varies with the size and complexity of the mask. Now he can finally start producing the mold he'll use to cast the old lady face mask. First, he takes a thin plaster impression of each piece. Then he coats the impression in plaster to make the positive half of the mold. Once it hardens, he applies the plasticine piece to space the depth of the mold cavity.
Then he coats that in plaster to create the negative half of the mold. When that hardens, he applies release agent to both mold cavities, pours in hot gelatin, then closes the mold. In a half hour, the gelatin hardens into a flexible replica of that particular piece of the plasticine sculpture. He then implants synthetic hairs to create eyebrows. Now, using surgical glue, he begins to apply the pieces, called prosthetics. He starts with the largest face piece first. It includes the nose, cheeks, neck, and upper lip. He cuts a hole in the chin area so that he can apply the chin piece. Now, the lower lip. He cuts off the excess, then glues the edges of the chin piece to the large face piece. Now for the forehead. Again, he applies glue along the edges to connect it to the rest. To age the eyes, he uses contact lenses. They create a ring around the iris, a typical feature of elderly eyes. Using tweezers, he applies eye bags, again gluing the edges to the rest of the mask. And finally, some wrinkly eyelids. With the mask fully assembled, it's makeup time. Using a toothbrush, the artist sprays it unevenly over the mask, then smudges it with his fingers. This technique creates a realistic look because the human face, aged skin especially, has color variations. Using a very thin brush, he accentuates some wrinkles by creating depth with a darker color. Now, some freckles and age spots. And a gray wig. And finally, just a bit of lip color because lips dull with age. All this takes an experienced makeup artist about a month of work, and such expertise doesn't come cheap. A major transformation like this for stage or screen can cost up to $10,000. مشاهدينا ما اعرف بعد وجه باقي ناس؟ بعد باقي يعني ماكو شيء، يعني تمنيت ان هالفقره موجوده في بدايه فقراتنا سمعة الصباح. مشاهدينا الى هنا وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نتمنى ان راقت اعجابكم وفقراتنا لهذا اليوم. انتظرونا في صباح جديد مليء بالتفاؤل بالمحبه والموده عفوا والوحده على العراق باجمع. انتظرونا في يوم جديد وصباح جديد من سمعة الصباح. دمتم في رعايه الله وحفظه، الى اللقاء. مع السلامه.